غريبة. بنات شوفوا، استنى نوريكم شنو خذيت. شنو خذيت؟ ريتوه ديجا اني وريتهولكم في عزيز. اما روحت نتغبى، ريتوه شوفوا مزيان. روحت نتغبن، علاش ما خذيتش كاس الراجلي؟ خذيت كان واحد برك. شوفوا محلاه السوتاس نتاعو. هذا يلزمني نعمل رجعه ونخبيه الساعه باش ما يشوفوش، ونعمل رجعه ناخذ له كعب.
يهبل يهبل. هذايا ب 11000 السوتاس ب 11000 والكيس ب 10000. معناها السوتاس اغلى من الكيس. وخذيت لا اله الا الله محمد رسول الله. والله اكثريه الهبه نتاعي على زيزو. ناخذه بالعاني وافي باش تقولوا لي حليم مسيس، ناخذه كيكه وافي بالعاني على خاطر سورتو في الليل. الاكثريه في الليل معناها نحط له الكبير. شوفوا هذه محلاها، هذه اول مره باش ناخذ منها، اول مره خذيت منها والله. شوفوا محلاها، تحسها تقول بشكير ولا اخشن، والله اخشن. حاسيلو تنشوفها دوب الولاد ليها مش كلها معناها زوز وحدين، زوز شيق، لا واحده برك. استنى نقول يعني من توا بديت ندعي ان شاء الله العطله في ساعه توفى. قولوا لي انتم بديتوا ولا مازلتوا؟ تقزقز ما نحملش تقزقيس. من توا بديت ندعي. شوفوا البنات تهبل الكاليتي نتاعها. خذيت الكوجينه كهو، الكوجينه هذيك مده الصلاحيه نتاعها سيء وفات. خذيت قازوزه الفطور، خذيت مش تقولوا لي حليم الحكوك والله يجي نقول لكم. اخرتها البارح بركه، جيت نلوج على حكه باهيه وافيه كبيره باش نحط فيها عندي سلاطه فضلت لي، جيت نلوج ما لقيتش. ما نعرفش خاطر اللي نعطيه حكه ما يرجعهاش. حسيلو خذيتها هذه باهيه غارقه ب 4700. فما اكبر منها ب 7000 الحقيقه، هيك استغليتها شويه ومن بعد لي روحت يزدي هذه بحال يزدي فيه البركه. نزيد ناخذ كعيبتين اخرين هيك رمضان باش ما نتعوقش. حسيت خذيت لهم زوز من هذايا من 8 خذيو كعبه. خذيت بابي كويسون وخذيت واخيرا لقيت الزبده عندي قداش ما ريتهاش. هذه والله ديليسا مسخال فيتالي. خذيت ال 200 غرام 6000 وما نعرفش قداش حصيله. خذيت زوز قلت على مياتي. هي المحله والله شو اسمها الجديده هذيك المارغرين مش مقصره معايا، لان كريتونيش قدام الفريجيدير نغزر اللوج والكريم ليكيد ما لقيتهاش. لقيت كان ستيك الفوق، كان كيف مشيت لها للكيسه قلت لها وين الكريم ليكيد، قالت لي هو معناها دلتني على البلاصه باش مشيت. رجعت في بالي خذيت زوز، حصيل خذيت زوز وما لقيتش البيدور هذيك اللي مصور عليها كيكه كنا نشكر ونعاود فيها. هاي قالت لي بريس كيف نجربها هذه اصلا مش نعمل لهم كعبه كيكه كهو. والبابي كويسون ما عنديش حتى كعبه، اخر مره استعملتهم الكوليكات. حسيلو اني لنا صورتها معاكم، هي المحله مش حاجه كبيره اما على الكيس البنات يهبل والله يهبل كيما قلت لكم. نمشي نخبيه حتى لين ناخذ واحد اخر. حسيت نرجع توا شورنا شوفوا واش باش نعملوا فطور. خذيت لمحله لنا ربطه برودو باش نعملها لهم هذه عشيه مش غدي عشيه، نعمل لهم برودو ونعمل لهم سلطه هكا. دخلت توا ديريكت كيما شفتوني هيك المعون قدس، عندي قدس معون اليوم برشا قضيات وبرشا اشوار والله برشا قضيات، والاكثريه القضيات في الكوجينه. معون باش نرجعوا كيما تشوفوا فيا عندي لان عرفتوا كل مجنونه نغزر مانيش فاهمه روحي شنو اللي باش نعملوا شنو اللي باش نبدا به. هيا قلت يا حلومه توا باش مش تبدا برمشي فرغك اللافيسيل ونمشي نحط لها كل المعون المسخ. وكيما قلت لكم معناها عندي الغدي باش نطيب الغدي، عندي اكل تشوفوا فيه الاصفر هذاك الاصفر اكل من البعيد هذاك يلزمني نركحوا اليوم باش نعمل سيترونات والكونتيتي كبيره مانيش باش نعملوا في الدار. نقصد معناها مانيش باش نرحيه في الدار، يلزمني نحضره قبل لا يجي راجلي نص النهار باش يهزوا لي للرحاير. راجل قلت له هز لي السيترونات للرحاير، قال لي يا اخي الرحاير يرحيه. قلت له ايه نعم يرحيه. الخاطر كان مش نقعد معناها كلا نطول في بالي ونرحي والله تسخن لي. المره اللي فاتت كانت تذكروش سخنت لي وقتها الهشوار
هكا هاو رست لي نستنى فيها حتى لين تبرد، ماشي في بالي تحرقت، خليتها من غدوه وقتها. ما نعرفش يظهر لي نعرفش شكون فيكم اللي قالت لي ليه، قالت لي هذيك سخنت وبرد. ما تخرجش ما تخرجش حاسيلو. لا اله الا الله محمد رسول الله. كيما شفتوني حاسيلو مشيت هبط العزيزه، مشيت قضيت على بكري، والاكثريه والله الاكثريه خرجتي على الكوش العزيز والله. حاسيلو فما برشا حاجات الحقيقه معناها، فما اني ما دققتش راهو بالباهي على خاطر هاربه. ما نحبش ندقق، مش ما دققت، مش معناها ما نحبش ندقق على خاطر كي مش ندقق مش نولي نزيد نشري، فهمتوا هكا. اش خلاني معناها كيف خذيت هذا الواحد هذا نسيت معناها الكيس الثاني، راني خبيته لما حاله كيما عرفت شفتوني ولا خبيته لوجته على بلاصه وبعد اللي حطيته خبيته في المارو معناها من غادي. هاو الصباح عملت قمت بكري، جا قلت لكم البارح، قلت لكم راني اليوم قمت بكري، قمت عملت درع، جربت الدرع البنات اللي بالزقوقو، روعه بنا حتى راجلي عجبوا الحقيقه، عجبوا على الاخر على خاطر تحسوا النكهه نتاعو معناها نكهته مختلفه، فهمتوا حسيلو هيا باهي. قلت الحقيقه كما قلت لكم معناها وقتها خذيت 200 غرام ولا 250 غرام حاجه كي هكا كذواقه، خاطر اني ما شريتوش، شريت اللي بالفاكهه شريته بنين زاده ويعمل الكيف. اما بالزقوق راه ما تهويتش الحقيقه باش نشريه هكا. كيما لقيتش بالفاكهه وليت خذيت الدروع معناها بالزقوق، بصراحه بنا عالميه والله بنين، حتى عزيز عجبه خذيك شويه وقعد خايف منه على خاطر سخون كهو. حطيت الماكينه كما شفتوني حطيتها الدور والله. اليوم نهار على عمار، نهار كبير والله برشا قضيات والله، برشا قضيات مع الخرجه. ولو اني لما حال الخرجه راني ما طولتش معناها ما طولتش نقصد البر، لكن عندي حوسه معناها هيك في الكوجينه وعندي حاجات مش نعملهم. ديجا قلت لكم البارح مش نعمل جينواز، وعندي السيتروناد مش نعمله، وعندي الفطور حسيلو شيخه وبرا. شيخه وبرا في الكوجينه. هاني لما حالة هيك بديت بالحاجة الواحد كيف يفرغ لافابو ويبدا المعون يرتاح هيك، يرتاح منه يبعده معناه يبعده من وجهه. نتسمى معناه هيك سلكتها وابرك والله العظيم. لافيسيل ريتو توا هاني تذكرت لاني ما عنديش خل دبوسه سيء وفات. بصراحة أول حاجة يعقم، هي بطبيعتها تعقم راهي لافيسيل، لكن كي نزيد معناها نحط لها الخل باهي لها هي وباهي زادة للمعون. ديجا قلت لكم قبل على فازة الجافير راهو معناها يخززها، فهمتوا هذاك علاش الحقيقه. هي والله مروه معناها قالت لي خي ريتك تصب معناها في جافيه اللي كافيها، رد بالك راهي اختي هكا وهكا وخزت لها. كي جيت نثبت فيها نلقى كيما قلت لكم ديجا قلت لكم عليها، يعني قاعده ننبه فيكم للي عنده هكا ويعمل فيها العمله هذه. والله ريتها الفازه في اليوتيوب، يعني وقت اللي قلت معناها وقت سالتكم كيفاش تخدم وكل شيء قلتوا لي احلام على معناها شوف ماركتها وشوف هيك في اليوتيوب تو تعرف كيفاش تستعملها. كي دخلت نلقى معناها نفس الماركة لكن مش بالضبط معناها هيك كيف ريتها تصب معناها صبت وقتها والله نسيتها القناة نسيتها جملة. نلقاها حسيل وريتو كيفاش عملت الماعون كيما هو حاطته والله العظيم لا نظفته ولا حتى شيء. قالت لك نحطه هيك كيما هو، ما هي فاش تعمل معناها ما يتشلل الساعه ومن بعد تالي تغسل ومن بعد تالي تعقل وتمسمس وتعقل. يعني الحقيقه ما تبعتهاش، ما حطيتش معناها مسخ الماعون، لكن تبعتها في فازة الجافيل هكا. اللي ريتو بسقيه نسكر فيها نزرب والله نزرب على الاخر. الحاجه اللي لقيتها معناها النجم من معناها تنجم هكا تدخل فيها
حطيتها لأن نلقى شوية مغارف. المغارف ريتو ياخذوا بلاصة على الآخر راهو فيها، لكن إني علاش معناها نحب معناها نغسلهم فيها هي على خاطر يخرجوا شايحين أمورهم واضحة معناها ديريكت. معوني معناها نحطه هكا في بلاصتو، مش كيما معناها نغسلوا كيما نقولوا تقعد حتى تستقطر، ولا بد معناها يبدا من الدي الا اذا كان مش تخليه نهار كامل. لا معناها تغسلوا الصباح العشيه ترجعوا، ولا ساعتين ثلاثه وترجعوا. مش معناها مش كيفها هي فازة الالومنيوم راهو ما يجيش فيها. انتم ما قلتوليش عليها فازة الالومنيوم، راني جربتها معناها كي حطيت الالومنيوم نلقاها نعرفش تحرق لي، ما نعرفش كيفاش، حسيلو القشره نتاعو نلقاها كحالي حسيلو. وليت ما عادش ركزت معاها الفازه هذه، عملتها مره اثنين نلقاها معناها فازة الالومنيوم معناها ما يجيش معناها فيه. وليت ما عادش نحطو معناها نغسلو كبدايه. ديجا كيما شفتوني عندي الكسرونه هذيك اللي البارح حطيت فيها المحمص في الليل، حسيلو هو المحل جابها لي راجلي جابها في القفه هكا. وعندي شقاله هذيك المحل نحط لهم اني قبل كنت نحط لصحنا، والله ديما لصحنا مكسره. شو عملت؟ وليت كي نعمل لهم هكا جاري نحط لهم هكا شقاله ونقول خلي يصبوا معناها في الشقاله ومعناها خير، فهمتوا؟ كهو هو لمحل الجيري راهو نعملو كان نعمله لهم كان في الشتاء، ما في الصيف بطبيعه الحال معناها الواحد معناها ما يعملش معناها في الشتاء باهي معناها يدفي حتى كان بالخضره جرالو المفيد بيها ان شاء الله صدقه مقبوله وكهو. بلي عندك مش لازم معناها بالزومة، ما عندك مش متوفر وما عندكش مش لازم. حويجة سخونة كيما نقولوا الصدقة متاعها خير ملي معناها تقعد تستنى في باش تشري ولا تخمم كيكة. لا حاسيلو هي لما حالة صحيح معناها فما اللي هيك حتى بينه وبين روحه يقول معناها هي صدقه وانت الوي تحكي. والله ليه، والله البنات ديما نقول لكم بالعاني كيما معناها ماكم تعرفوني، معناها مش قصدي معناها الاشهار ولا ليه، معناها على الواحد متسالش معناها الربي وديما الماكله معناها صدقتها باهيه، فهمتوا؟ حسيلو حتى صحين مش لازم مش كيف يعني مثالك كونتيتي كبيرة عليه، حتى صحين أي حد يستحقوا معناها سورتو توا هيك في البرد هذايا. والله قاعدة ديجا معناها نشوف والله العظيم الحمد لله وبرا، والله الواحد يحمد ربي 1000 مرة في النهار والله العظيم. برشا 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 معناها كيما نقولوا الطبقه معناها متاع الفقر ديجا معناها نشوف فيهم معناها اللي على الكرار على سورتو كجل متاع يلموا البلاستيك. والله فما صغار صدقوني صغار راهم بالكل معناها لو كان جاو يقراو متاع ثالث ابتدائي ورابعه ابتدائي، والله صغار بالكل لنا في الزون متاعنا هيك يدوروا. والله قلبي وجعني على الاخر عليهم، بازمهمش قاعدين يقراو. والله منهم مرة هيك معناها نغزد ديما نكلمهم لما حالة نكلمهم من البركون. عاد واحد علاش معناها كل قعدت مركزة معاه على الاخر، فما ما هو في بالكم يعني الشارع متاعي في برشا معناها مدارس، الشارع متاع داري كي يطيشوا الكراسات ويطيشوا معناها حاجات مثال زايدة على المدرسة، مسكنات تلقاهم يسلموا في البلاستيك ويسلموا في كل شيء. والله يا البنات كيما نقول لكم والله، وتلقاهم قاعدين ويفليوا في الكراسات ومن جمل معناها ما يلوحوا الأقلام، يلوحوا معناها برشا حاجات معناها سورتو في المدرسة اللي بحذايا حاسيلو تلقاهم سكناتك اللي يلونوا. والله قلبي ما نحكي لكمش معناها كيفاش قلبي يوجعني والله العظيم. حاسيلو ان شاء الله كل واحد لما حاله وظروفه، كل واحد وربي شنو مكتب له، ان شاء الله ربي يرزقهم ان شاء الله يا رب. لأن كما شفتوني كملتك القارص الكل قصيت، وراني ما عنديش جواندوات في الدار، ماكم تعرفوا خاطر اني بطبيعتي ما نحبهمش.
لا اله الا الله محمد رسول الله. وعندي عرفتوا يديا تمشي بالقارص، عندكم القارص وعندكم الطماطم، ما نعرفش علاش مش يديا الكل راهما فما بارتي نتاع بارتي معناها تلقاني بالنهارين 3 ايام واني نجرش فيه. حاسيلو كملت قصيتهم الكل كي قلت هذوما يلزمني نحط نركب الغداء، وهو لما حاله مش نعمل مصلي، عندي كعيبات وراتا باش نعمله مصلي. المصلي متاعي ماكم تعرفوه ماكم تعرفوه سهل ما فيه شيء. باش نحطو كيكه على الغاز، قلت نقشر هكا كعيبات الحوت، ومن بعد تالي نقعد داك القارص هذاك نجي معناها مش مدلو شقاله اخرى، مش شقاله، مش مدلو شقاله، مش مدلو سطل، مديت له معناها ديجا يعني لما حاله كملت. حطيته نحي له القلوب ونحط ديريكت في السطل، ومن بعد تالي عاد هو يرحيهولي. لما حاله هو ما شاء الله معناها عمل لي كونتيتي كبيره، وعملته كل كونسونتري رانيا، زدته ممكن إيترا، ممكن إيترا بركمي باش نجمت خلطته، فهمتوا؟ خاطر كي جاني من غدوة جاني مع كلها فرد قالب هكا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلت لكم قلت خلي معناها نركب الفطور، خاطر والله القومة مخر بصراحة سماح، والله سماح، تحس النهار ضاع، النهار كله انت تجري وكا والله أبرك معناها. قررت هذا أول نهار راني قمت فيه أول نهار قمت فيه بكري في الفيديو هذا اللي محل اليوم اليوم ثاني نهار، ولا هو الروتين هذا راهو متاع نهار السبت باش نبداو واضحين معناها في الايامات. والله ضحكتني اخت قالت لي يا حليم حتى اني زاده باش عندي كرني زاده باش قايد لك الغيابات، جيب الولي نتاعك ياكاو هات نجيب لك زيزو يصحح عليا كيما قالت اخت اخرى، قالت لي تو زيزو يصحح عليك جيبه. والله البنات الله غالب معناها ديجا كيما قلت لكم التصوير والله نصور ساعات التقني معناها نخليه الفيديو للاخر معناها باش نمنج ونقول معناها نركحوا هكا في الاخر ما نلقاش جمله، والله لا نلقى سرتو وقت وسرتو معناها ما شاء الله عاد يبداو بحذايا والحس هو ديجا كم تسمعوا لما حال تلفز على حالها وشيخين وعاملين اجواء هم ما نحكي لكمش. فما اخت البارح عملت لي كومنتير قالت لي احلام شنو رايك تمشي تعمل ايامات معناها هيك في داركم مادامهم يزالوا عطله وكل شيء. قلت لها ما زلت ما قلتلهاش باش نقول لك ما نجمش على خاطر الجمعه الثانيه نتاع الصغار يرجعوا يقراوا ايتيود، ما نعرفش انتم هيك والا لا. اني ديما في الجمعه الثانيه معناها الجمعه هذه يرجعوا معناها يقراوا، يرجعوا اللي عنده ايتيود، واني عندي معناها عندي راضي مدخلته معناها يقرا ايتيود. خديجه كيف محمد كيف هي اصلا معناها بعثت لي البروفا نتاعو قالت لي 9 معناها 9 متاع الصباح يبدا حاسيلو. هذاك علاش ما نجمش كلا نقعد نهارين 3 بالمبيت. وريتو الجمعه اللي فاتت الطقس كيف انه والله ورغم اللي غلبت روحي وقلت زايد معناها عرفتوا الخرجه اللي خرجتها قلت معناها تصب مطر ولا يهبط حتى الثلج باش نخرج خاطر والله كان في بالي معناها هو امس الطقس باهي معناها مشمس واليوم نفس الحكايه معناها الطقس مزيان. كان خير راني خليت مثل خرجت نهار السبت ولا هو نهار الجمعه ما نجمش نخرج فيه كما قلت لكم معناها خاطر نطيب ديما الجمعه لا الجمعه ما نعملش فيه حتى شيء ما نخرجش فيه، وعلى اساس مبرمجه باش نهبط للسوق في الاخر ما البرنامج فسد ما هبطش ما بخلت وزيد ما عنديش حاجه معينه معناها باش نشريها. ممكن على عندي راضي باش ناخذ له السراول مانيش فاهمه ممكن الجمعه هذه نمشي نهار الجمعه ولا نهار السبت الله اعلم. حاسيلو ممكن نهار الجمعه على خاطر نهار السبت الواحد يبدا يركح فيهم ونجمش نخرج فيه حاسيلو. لكن مش نرجع بطبيعه الحال نشوف انه النهار اللي ما يقراوش فيه معناها الكل حكايه. والله البنات نقول لكم توا هيكم تشوفوا معناها العطله تعديت وريتوا عنا جانفي
معناها جانفي معناها الكوليكية باش يتعدى. في فيفري اخر فيفري راهم يبداو الشفاهي، راهو باش يبدا في بالكم معناها ما نعرفش معناها هي اصلا النهار تشوفوا فيه معناها في ساعه في بالنا ارتحنا من التريمستر الاولى، صدقوني التريمستر الثانيه قصيره على الاخر معناها في ساعه تجي، والواحد ماذا بيه يحضر لهم سورتو معناها المحفوظات القرآن والله لو انهم ساعات يعطيوهم معناها كيكا في اخر وقت، هذيك الحاجه اللي تفسدها يتفسد معناها نقصد البرنامج نتاعنا. سمعتوا عزيز ومرتضى هذوما يتعاركوا كي العاده البنات. المصلي كيما سنستو بيا باش نقلي لنا قرنين الفلفل، حطيت البطاطا كي العاده باش نقليها، قليت الشطر والشطر الاخر هاوينا قاعد يتقلي، والصوص نطيب فيها كيما تشوفوا وحدها، حطيت لها وريقات الرند، ريحه وفيحه. ما بيتش نقلي الفلفل قبل البطاطا على خاطر الفلفل حار على الاخر هذايا، قلت مش يلهلب لي الزيت ويلهلب البطاطا هكا. هذه الدباره والله العظيم اسهل منها ما فماش، اسهل منها ما فماش، ولو اني معناها قاعده كلها نخمم في برشا دباير، راهو في راسي نقشر في الحوت ونخمم في برشا دباير. هيا برا قلت يا حلومه امشي اعمل لك المصلي نتاعك اللذيذ في ساعه في ساعه ما يقعدش ربع ساعه. حسيلو تنرجعوا لمحل الموضوع متاعنا متاع متاع الامتحانات. والله حبيت معناها مش نفجعكم ولا حاجه، والله البنات على خاطر معناها اول حاجه الوقت يجري، وثاني حاجه الامتحانات في رمضان بصراحه صعيبه، والله صعيبه على الاخر. هذاك علاش ماذا بيكم معناها هاي الجمعه هذه معناها جمعه ارتاح، والجمعه هذه الواحد يبدا يحفظهم وعلى الاقل لك الصور ومحفوظات باش تقعد لناش محفوظات اخرى مثال وصوره اخرى بطبيعه الحال، خاطر صوره برك لا هكا. لان يا سيدك قليتهم ما شويتهمش، قليت كعبتين كيكه وراتا، حطيت شويه بطاطا فوق الصوص معناها فوق الطاجين حسيل وقريم فلفل مقلي، حسيلو نودكم ولا نشاهيكم والله احسن اكله والله بالحق والله يعجبني هيك ابن من اللي في الفور. هو بالحق اللي في الفور معناها تقص كل شيء مع بعض وكل، اما البنه البنه هذايا بصراحه ابن مصلي معناها كيكا الواحد كا يعملوا. ريتو المنقاله، شوف المنقاله في الراديونا ماضي ساعه ودرجين، والله ماضي ساعه ودرجين، والغدي باش كملت حضرته ومش نستنى حسيلو تغدينا ممكن من ساعه ونص حتى جي راجلي. ديما كيكا نهار السبت تلقاهم مخر، اما في سكه سير الايام هنا موعدنا نص نهار على الطاوله. وزيد في العطله هنا مش في العطله البنات معناها لا اله الا الله محمد رسول الله معناها ما يربطش روحه بوقت، فهمتوا؟ الخاطر الصغار مرتاحين ما يربطش روحه بوقت. باهي لهني سيدك بن سيدك عملتك كيما قلت لكم، عملت الجنواز ديجا هبطها البارح في القناه معناها الاخرى نتاع الكوجينه. فرحانه على الاخر لما حل البارح وصلت القناه نتاعنا على 10K ان شاء الله يا ربي هكا تكبر ان شاء الله يا ربي، والله هي والقناه هذه زيد ان شاء الله. حاسيل لأن عملت معناها هبط الطريقه نتاع الجنواز والله سهله على الاخر اني عملت كعبتين راهو في القناه الاخرى هبط كعبه، ولنا حبيت نوريكم نوريكم الطريقه الاخرى نتاع الزربه. يا سيدي جبت جبت طبق حطيت فيه هكا الطبقه الاولى هكا نتاع الجنواز، عملتك السيروم السيروم تعرف شنو هو البنات؟ شحور خفيف على الاخر، مثال اشتر كيس سكر عليه كيس مي. وعندي شو اسمها كريمه الزبده هذيك حطيت طبقه كيكه من هذه باش نعملها راي نتاع فطور صباح. حاسيلو حطيتك الطبقه، قلت لي اذا كان معناها هيك حلات السهريه اتو نسهروا، لكن اذا كان هيك قبضوها ولا حاجه مش لازم
وبالفعل قعدت معناها كالفطور الصباح. به حطيت لنا لا اله الا الله محمد رسول الله طبقه الاولى، حطيتها الكريمه هذيك كريمه الزبده، وحطيت الطبقه الثانيه حطيتها معناها كيما نقولوا كل مفترشه. في الاخرى معناها في الكعبه الجاتو اللي قلت لكم هبطتها معناها في القناه الاخرى، الكعبه المقسومه حطيتها من الفوق عادي. فما حنان يظهر لي هي لما حلا اختك معانا لنا قالت لي ليه المكسره تجي في الوسط عادي، راهو اذا كان مش تغطي، اذا كان مش تغطاها بالباهي اعملها في الوسط، واذا كان مش تغطاها ديجا معناها ريتها ماهيش ظاهره، فهمتوا؟ ماهيش ظاهره معناها حتى تحطها من الفوق وانت مش غطاها. اني غطيتها الاخرى بالهكا كريمه الزبده وباللوز، وزدت صبيت عليها الشوكولاته، ذوبت لها شوكولاته الحليب هذيك معناها البيضه، وصبيتها فوقها. ما ظهرتش بالكل لكايه معناها ديجا هبط لكم لنا في المنتدى التصويره نتاعها. لنا البنات على خاطر ما عنديش شكل برشا معناها مش نقول اني مش نزينها بالباهي كيما ريتوني حطيت كريمه الزبده وبرا، اصلا اللوز عندي شويه وبرا ما فضليش معناها برشا والله من الدار معناها. ريتو الحاجات معناها كلي موجوده في الدار، ما لا هبطت ولا خسرت فلوسي ولا شريت مثال لك برشا حاجات ولا جمله. اللي عندي الكريمه معناها شكون ما عندوش كريمه في الدار لابد عندنا. لا اله الا الله محمد رسول الله. سرتو توا معناها الدنيا هكا بارده بصراحه، زيد صحيفه كريمه في السهريه تعمل الكيف. هاي كان جيبوا رمضان جيبوا رمضان. بصراحه هكا حويجه سخونه بصراحه في السهريه خير والله، الواحد هكا تدفيه ويمشي يرقد على روحه. حسيلو كيما ريتو حطيت معناها بين الطبقه والطبقه حطيت هكا كريمه الزبده. لا اله الا الله محمد رسول الله. ومش نحط شويه لوز هكا من الفوق وباش نقسمها معناها باش نقسمها كيما نقولوا ترانشيت فهمتوا؟ كيما قلت لكم معناها باش نعملها على اساس كيما قلت لكم من الاول السهريه، ومن بعد هي كي قبضوها وليت خليتها. واصلا في الليل معناها جاب لهم شنو جاب، هو جاب لهم البيتزا وجاب لهم جاب لي لياني ساندويتش، حسيلو اني وياه حسيلو ساندويتشات هكا. وليت قلت لكم البرنامج معناها تبدل العشاء من البر حسيلو لينا حطيتها بلين بردت هكا في الفريجيدير، وهذه في السهريه راهو في السهريه سيدك مشيت قلت هاني بردت امورها واضحه اوبا وتقلبت هاني بردت وباش نحطها كيكه في حكه ونحطها معناها كيما قلت لكم فطور الصباح. تهبل راهي ريتو ذوبين في الفم والله. اللي ما جربتهاش هذه سهله ما فيها حتى شيء والله. كي تعملوها كي من هكا والله البنات باقي نعاود لكم كي تعملوها حتى هكاكا هاني سهله، لا قالب ولا حتى شيء. شويه فيك ما يجيش حتى 50 جرام معناها تروشها وتزينها من الفوق خير من تشريها من البر. حاسيلو لا اله الا الله محمد رسول الله. لنا حبيت نعمل معناها في الاخر عملت بالقالب، ولنا حبيت معناها نوريكم طريقه اللي تنجم تعملها بلاش حتى شيء معناها جيستك تقص لها معناها الجنابي هيك نتاعها باش تبدا كلها مزيانه ومستويه هكا وتقصهم هكا ترونشي تاني ما شاء الله. كعبه جينواز عملت لي 6 كعبات جاتو. شوف كعبه الجاتو بقداش باش نشريها في الباتيسيري حاسيلو لنا كملت معكم الفيديو، نقول لكم باي باي، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، وان شاء الله هيك تجربوها مع الجنواز وتعطيوني هيك رايكم البنات. وبطبيعه الحال زيدا ما تنساوش برشا لايكات البنات، ونقول لكم ان شاء الله نهاركم زين.